السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. بشكر كل فانزاتي من كل البلاد على تعليقاتهم الحلوه ولايكاتهم الجميله. واللي اول مره يشوفني ما ينساش يشترك في القناه كده ويحط لي لايك حلو كده وتعليق جميل. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وجايين لكم بقى فيديو كده من حبتين بيض، هنعمل الطاسه الحلوه الجميله دي من حبتين بيض، حبه بيض وشويه خضار كده وبصلايه. هنعمل ايه الصينيه الجميله دي؟ شوفوا الجمال والحلاوه، حاجه كده بقى ايه اقتصاديه وحلوه كده. تنفع بقى في رمضان للفطار، وفي الايام العاديه فطار غدا عشاء براحتكم. يلا بينا بقى نحط اللايك ونشوف الوصفه بتاعتنا بقى هنعملها مع بعض. هنعمل ايه بقى كده مع بعض؟ هنعمل هنقطع ده عندنا فلفل الوان وفلفل حامي ده اختياري، وطماطمايه وبصلايه هنقطعهم بقى كده مكعبات. وعندنا بيض الكميه اللي تعجبكم، وملح وفلفل وكمون وشطه حمراء وكزبره ناشفه وشويه نعناع ناشف. وبعدين معانا ايه سمنه بلدي، عايزين تحطوا سمنه بلدي على زيت براحتكم، عايزين تحطوا زيت بس برضو براحتكم. هقطع بقى الخضار ونشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي يا حبايبي قطعنا البصله كده بالسكينه، خرطناها، عايزه تعمليها في الكبه ماشي. وحطينا كده معلقه كبيره سمنه بلدي مع حبه زيت، عايزه تعملي بزيت بس براحتك، بس طبعا البيض والشكشوكه بيحبوا السمنه البلدي. فهندبل بقى البصله كده، وقطعنا معانا الفلفل الالوان ونص قرن كده الفلفل الحار وطماطمايه مكعبات. طبعا مش متوفر عندكم الفلفل الالوان، اعملي فلفل اخضر بس عشان كان موجود عندي. البصله هتدبل، هنحط بقى ايه الخضار على البصله. الشكشوكه دي تحفه بجد، هتنفع طبعا في رمضان، وفي الايام العاديه ممكن غدا عشاء فطار زي ما انتوا حابين. هندبل البصله وننزل بايه بالخضار. بس لو وصلت لحد هنا يا قلبي حطي لي لايك حلو كده، لايك جميل وتعليق حلو كده زي فانزات الحلوين. البصله اصفرت اهي حلوين. هننزل بالفلفل الالوان والطماطم، نسيبها شويه عما الفلفل يدبل بالفلفل الالوان والفلفل الحامي. نزلنا بالفلفل الالوان والفلفل الحامي، طبعا الحامي اختياري بس عشان احنا بنحب الحاجه سبايسي. وطبعا الفلفل الالوان برضو اختياري، انا كتير بعملها بالفلفل الرومي الاخضر بس عشان ايه كان موجود عندي. طبعا انا سايبه طماطميه واحده كده صغيره مكعبات، بس شايله البذر منها والميه عشان ايه ما تنزلش ميه على البيض. سبتها بقى لما الفلفل يدبل ايه شويه. الشكشوكه دي هتعجبكم جدا بقى، سموها شكشوكه طاسه بيض بالخضار، تحفه. يعني على عدد البيض اللي تحبيه، ممكن بيضتين بيضه، لان طبعا الخضار بيرمي كتير، فكل واحد بيعمل على حسب ايه الاسره اللي عنده قد ايه. هيدبل بقى ونشوف هنعمل ايه. الفلفل دبل اهو يا حبايب قلبي، دبل اهو. هننزل بالطماطم مكعبات الطماطم ونديها تقليبه، وبعد كده هننزل بالبيض. طبعا البيض اهوت الكميه اللي تعجبكم، عايزين تحطوه زي ما هو كده براحتكم، بس انا ضربته بالشوكه عشان يبقى كله اخد من بعضه. عايزين تسيبوا كل بيضه كده، تكسروا كل بيضه كده في كل بيضه، يعني في كل مكان كده بيضه برضو براحتكم، وترشوا عليها التوابل دي براحتكم، بس انا بحب اضربه كده بالشوكه. دخلنا بقى كده الخضار على الجوانب، وهننزل بايه بالبيض. هنقلب بقى البيض في قلب الخضار، وهننزل عليه بالتوابل عشان يخش بقى ايه مع الخضار كله. طبعا عايزين تعملوه زي ما قلت لكم اعملوه. هننزل يا حبايب قلبي بالتوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وشويه شطه حمراء، واهم حاجه شويه النعناع الناشف.
طبعا بقى بعد ما حطينا التوابل هنقعد نقلب بقى كده البيض مع الخضار. ريحه اللهم بارك تحفه بجد، جميله جدا. اهم حاجه شويه النعناع الناشف مع بقيه التوابل اللي قلنا عليها. وكده بقى يا حبايبي تبقى خلصت، وبالهنا والشفا كده على اللي يجربها وياكلها. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش بقى اللايك الحلو كده والكومنت الجميل وتعليق حلو كده. واللي اول مره يشوفني ما ينساش يشترك في القناه عشان يوصل له كل جديد، يفعل الجرس بكلمه الكل. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وباي باي.